صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي عم تحضروني فيه. المهم تكون كل أوقاتكم سعيدة وكلها طاقة إيجابية. حابة رحب فيكم كلكم وإلكم أهلا وسهلا فيكم. وفعلا القناة بوجودكم عم تكبر وأنا سعيدة بالكل. ولكل المشاهدين اللي عم يحضرونا، وإذا كنتوا جداد على هيدي القناة لا تنسوا تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. أما المتابعين حبايبي فبتمنى لكم كل الأوقات الطيبة، وشكرا لكل التعليقات الحلوة اللي دايما هيك عم تعطيني طاقة إيجابية. شكرا لكم كلكم. وهلأ ما عاد فيني، يعني الموضوع لوحده عم بيحكي عن حاله، خلاص بدي أكل. فعلا وصفتنا كتير حلوة لليوم، دجاج بالفرن بالكيس الحراري مع تتبيلة ولا أطيب. أوكي هلأ شوفوا معي. روعة. خليكن معي حبايبي لحتى نشوف وصفتنا لليوم كيف عملناها وشو هي التتبيلة تبعها. وفعلا نكهة ولا أطيب، شي فاخر من الآخر. خليكن معي. وهلأ أول شي بدنا معلقتين من معجون الطماطم أو دبس البندورة. بدي أضيف عليهم كمان معلقة من دبس الفليفلة، بتريدوها حرة أو مو حرة على ذوقكن. معلقة صغيرة من الزنجبيل، معلقة صغيرة من البهارات المتنوعة على حسب ذوقكن ورغبتكن، ملح حسب الرغبة. بدي 3 معالق من الخل، بدي تقريبا معلقتين من اللبن أو الزبادي، وكمان بدي معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وهيك حبة ليمون مقطعينها ترانشات بهيدا الشكل. بدي أضيف تقريبا معلقتين من الزيت النباتي، ونقلب هيدي المكونات كلها مع بعضها لحتى تاخد النكهات من بعضها. هلا حبايبي بنزل الدجاج يلي معنا على التبلة، وعندي كمان حبوب هيل بدي احطهم بقلب الدجاجة حتى ناخد نكهة ولا أطيب. نبدأ كمان هدول ترانشات الليمون بدي احطهم هون جوا، نخليها هيك تاخد كل التتبيلة، ونفوتها هيك تحت الجلد كمان بهيدي الطريقة. وهلأ بنغلفها بورق النايلون الستريتش لحتى نخليها بالبراد، ممكن ساعتين، ممكن 4، ممكن ليلة كاملة لحتى تاخد النكهة الأطيب. وهلأ حبايبي من بعد ما تبلناها وطلعت معنا من البراد، صار فينا نحطها بالفرن. حطيتها بالكيس الحراري تقريبا بدها ساعة ونص على حسب حرارة الفرن يلي عندكم. وهلا حبايبي عم جهز البطاطا مثل ما لكم شايفين. اخترت اقطعها بشكل واضح، حبة كبيرة بدي اياها لانه رح اعملها بطريقة كتير حلوة كمان بالفرن. وهلا خليكم معي لحتى تشوفوا طريقتها. من بعد ما قطعناها طبعا بدي احطها اسلقها تقريبا مدة 5 دقايق لحتى تاخد هيك استواء خفيف. وبعدين بدي طلعها من السلق ودغري حطها بمي باردة متلجة عشان ما يتخرب الشكل يلي أنا أخدته. يعني بدي إياها تحافظ على شكلها. بهيدي العملية منحافظ على شكل البطاطا. أوكي حبايبي. طبعا بصفيها بشكل كامل من المي وبحطها بطبق الفرن، وبدي أضيف عليها المايونيز
وقلب هيدي البطاطا بكل المايونيز لحتى تتغلف معنا حبة البطاطا من كل الأطراف. وبعدين بدي أضيف شرائح الزبدة هيك على الوش، وصارت جاهزة معنا لتكون بالفرن. تقريبا رح تاخد معنا 30 دقيقة. وهلأ خلونا نجهز مع بعض كريمة الثوم السوري يلي فعلا ولا أطيب. أول شي بدي نص كوب من الماء، بدي أضيف عليهم تقريبا معلقتين من النشا، بدي أقلبهم على البارد لحتى يدوب معنا النشا بشكل كامل. وبمجرد ما يدوب معنا النشا منشغل عليه النار ونضلنا عم نحرك مع التقليب المستمر مثل ما لكم شايفين لحتى يتماسك معنا ويصير معنا القوام بهيدا الشكل. وهيك صار معنا جاهز. هلأ منطفي عليه النار ومنخليه يبرد على مهله. وبمجرد ما برد حبايبي هلأ بدنا نضيفه على الميكسر. ومنضيف معاه تقريبا 3-4 فصوص من الثوم على هيدي الكمية لأنه اسمه كريم توم. أنا عاملة كمية قليلة بس عشان تشوفوا الطريقة. ومنضيف كمان عصير تقريبا نص ليمونة أو ليمونة على حسب رغبتنا. ومنبدأ بعملية الخلط. وهلأ رح ضيف عليه تقريبا 3-4 ملاعق من الزيت النباتي، وكمان ملح على حسب الرغبة. بنرجع بنخلطه بهيدا المكسر. شايفين هيدا القوام يلي بدي احصل عليه؟ فعلا روعة. وهلأ حبايبي خلوني جهز معكم الخبز يلي بدي نزل عليه الدجاجة. ادهنوا هيك شوية فلفل. وهي حبايبنا نزلنا الدجاجة المشوية اللي معنا مثل ما لكم شايفين بقلب الخبزة يلي زبطناها مع بعض مثل ما شفتوا بدبس الفليفلة. يعني ما بعرف شو بدي اخبركم، الريحة تاخد العقل. ودجاج مشوي ولا احلى من هيك. وفعلا الاستواء بشكل كبير كبير، يعني من تتاكل هيك كأنها يعني كأنها شو بدي لكم، كأنها كريمية يعني اخر طراوة. فعلا شي بياخد العقل يا عين. وهي حبايبي كمان مثل ما تكون شايفين كريمة الثوم قوامه ولا أحلى من هيك. وبنفس الوقت على ذوقنا ورغبتنا، وبنعرف شو حاطين بهيدا كريمة الثوم والمكونات والنسب يلي بدنا إياها على ذوقنا ورغبتنا الشخصية. بدنا توم أكتر بدنا توم أقل ما في أي مشكلة. واخترت أقدم حدا مخلل، ممكن أي نوع مخلل بتفضلوه، وكاتشب على حسب ذوقكم ورغبتكم. بس فعلا يعني الإحساس اللي حاسة فيه مو قادرة أوصف لكم إياه. فعلا شي مغري ولذيذ. وبنفس الوقت شايفين البطاطا، يعني فعلا اللون لوحده رائع ذهبي. والطعم فعلا ولا أطيب من هيك، مقرمشة من برا وطرية من جوا. هلا ما عاد فيني، خلوني جرب. ناخد هيك قطعة خبز صغيرة ومنفوت فوتتنا على هالدجاجة الحلوة. يا عين طراوة غير شكل والله. وبننزل فيها هلا دغري دغري على كريمة الثوم. يا سلام، فعلا ولا أحلى من هيك ريحة ولا أنكه ولا أطيب تتبيلة بنصحكم فيها والله يا حبايبي. يا عين، فعلا شي لذيذ ومغري.
والله حبايبي، أنا لمّا باقول لكم لذيذة فعلًا لذيذة هيدي التتبيلة، فبانصح بالتجربة. وإذا عجبكم الفيديو حبايبي لا تنسوا تكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم فيه. ولكل المشاهدين اللي عم يحضرونا جداد، يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. وهلأ ما عاد فيني يعني خلّوني هيك كمّل كمّل أكلي براحتي. آخر شي حبايبي، لا تنسوا لايك 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 لايك. باي باي.